السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. هنبدأ النهاردة إن شاء الله أول سيشن في المنهج الجديد، منهج اللغة الإنجليزية لأبطال تالتة ابتدائي جريد 3. شغلنا السنة دي بإذن الله من كتاب الباهر. لو حابب إن مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا، دعمنا بسبسكرايب، اشتراك، وما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. يلا يا أبطال افتحوا معايا بيج 6 صفحة 6 من كتاب الباهر. Lesson 1 الدرس الأول في المنهج وهو بيتكلم عن التحيات. أول كلمة أو أول تحية عندي hello. hello لما حد يا شطور يقول لك hello رد عليه بنفس الكلمة hello، وما تنساش إن hello لازم يتعمل وراها علامة التعجب دي hello. hello أهلا هلو. يبقى انا لما اجي اتكلم مع حد وحد يقول لي هلو ارد عليه بنفس الكلمه اللي هي اهلا هلو. طب التحيه اللي بعد كده جود مورنينج. جود مورنينج صباح الخير. طب لما حد يقول لك جود مورنينج ترد تقول له نفس التحيه برضو جود مورنينج. جود مورنينج صباح الخير، ترد عليه بنفس التحيه. في سؤال كمان مهم احنا متعودين عليه من صغرنا، هو اسمه how are you. how are you كيف حالك. how are you كيف حالك. how are you سمع حد شاطر بيقول I am fine thank you، يعني أنا بخير شكرا. طبعا كل التحيات دي دلوقتي هناخدها داخل الدرس. يبقى تاني lesson 1 بيتكلم عن التحيات. أول تحية hello أهلا. hello الرد عليها بنفس الكلمة hello. good morning صباح الخير، الرد عليها بنفس التحية good morning صباح الخير. طب سؤال كمان بيقول كيف حالك how are you. how are you يعني كيف حالك، ازيك، عامل ايه. ترد عليه تقول له I am fine thank you. هناخدها دلوقتي حالا مع بعض. طب في تحية كمان بتقول ايه see you later، يعني أراك لاحقا، أراك بعدين، أراك فيما بعد. see you later الرد عليها goodbye يعني مع السلامة. see you later احفظ معايا عشان ده ممكن تجيلك في سؤال الريارينج أو سؤال الترتيب. see you later أو see you later على طول الرد عليها goodbye. see you later يعني أراك لاحقا، أراك فيما بعد، الرد عليها goodbye يعني مع السلامة أو إلى اللقاء. في بعض الكلمات التانية اللي تخص الدرس introduce يعني يقدم أو يعرف. هيجي لك باراجراف في الدرس ده يقول لك introduce yourself يعني عرف نفسك، يبقى احفظها معايا introduce يعني يعرف أو يقدم. يقابل meet بخير fine شكرا thank you. يبقى لما حد يا بطل يسألك how are you كيف حالك تقول له ايه I am fine thank you. I am أنا fine بخير شكرا thank you. I am fine thank you. سنوات years primary يعني ابتدائي primary زي استخدام كلمة grade. I am in grade 3 أنا في سنة تالتة، ممكن تشيل كلمة grade وتحط بدلها primary. I am in primary 3 عشان تيجي تعرف نفسك من الجمل الصح أو المهمة اللي انت عشان تعرف بيها نفسك تقول I am in primary 3 primary. طب كم عمر يعني how old. كان في سؤال أخدته قبل كده how old are you كم عمرك. تمام. يقول say يفحص أو يطمئن على check on. طب مصر Egypt. طب أنا عايزة أستخدم Egypt في جملة هنقول إيه I am from Egypt يعني أنا أكون من مصر. I am from Egypt. وخد بالك إن Egypt دي country يعني دولة أو بلد لازم أول حرف فيها يا بطل الإي تتكتب capital.
يلا معايا يا بطل نعيد جزء مهم تاني وهي جزء التحيات. good morning good morning صباح الخير، الرد عليها good morning. حد بيقول لصديقه good morning، الرد عليها good morning. طب السؤال كمان، كيف حالك يعني how are you how are you how are you how are you ترد تقول ايه I am fine thank you، يعني أنا بخير شكرا. how are you how are you I am fine thank you I am fine thank you، يعني أنا بخير شكرا. طب السؤال طبعا أساسي ومهم جدا في درس النهاردة، هو ما اسمك، كنا أخدناه قبل كده. what's your name what's your name my name is سارة. طبعا هنا ممكن تشيل اسم سارة تحط اسمك my name is علي my name is أحمد my name is آدم my name is منى. يبقى لما حد يسألك what's your name ده اسمك، تقول my name is وتحط اسمك my name is وحط اسمك يا بطل. طيب سؤال مهم في درس النهاردة وهو سؤال كم عمرك. خدناه كتير يا أبطال، خدناه كتير السنة اللي فاتت. how old are you how old are you how old are you يعني كم عمرك. ترد تقول ايه I am 8 years old I am 8 years old، أنا عندي 8 سنوات. طب افرض أنت عندك 9 سنوات I am سامع حد شاطر بيقول 9 I am 9 years old. طب لو أنا عندي 7 سنوات I am 7 years old. تاني كم عمرك how old are you how old are you how old are you I am 8 years old. طب آخر حاجة في درس التحيات النهارده وهو لما تيجي when you say goodbye، لما تيجي تقول goodbye لحد إلى اللقاء أو مع السلامة. see you later see you later يعني أراك لاحقا، ترد تقول له goodbye. لو حد بيقول لك see you later ترد تقول له goodbye. see you later أراك فيما بعد أو أراك لاحقا، الرد عليها goodbye. هعيد إعادة سريعة. when you meet someone in the morning، لما تقابل meet يعني تقابل حد in the morning الصباح، هتقول له ايه good morning. هو المفروض يرد عليك يقول لك good morning. طب when you check on someone، لما تبقى عايز تطمن على حد when you check on someone check on يعني بتطمن على someone. طب هتقول له how are you كيف حالك، يرد عليك I am fine thank you أنا بخير شكرا. طب في تحية كمان when you ask someone، لما تسأل حد أو شخص ما about their name عن اسمه، هتسأله تقول له إيه what's your name what's your name، الرد عليها my name is وتحط اسمك my name is أحمد my name is سارة my name is منى على حسب. طب when you meet someone new، لما تقابل حد شخص جديد، لما تقابل شخص جديد لأول مرة تقول له إيه nice to meet you سعيد بلقائك nice to meet you nice to meet you. هيرد عليك يقول لك nice to meet you too يعني وأنا أيضا سعيد بلقائك. طيب اللي بعد كده when you ask someone about their age يعني عمر، الage معناها عمر. طيب السؤال ايه هو لما تسأل حد عن عمره، يبقى how old are you how old are you كيف كم عمرك، هتقول أو هو هيرد عليك I am 8 years old على حسب عمره I am 8 years old I am 9 على حسب عمره. طب when you say goodbye، لما تقول لحد goodbye يعني عند الوداع أو إلى اللقاء مع السلامة. see you later see you later أراك لاحقا أو أراك فيما بعد، هيرد عليك يقول لك goodbye. درس النهاردة يا أبطال بيعلمنا إزاي نعرف نفسنا أو نتكلم عن نفسنا باللغة الإنجليزية. how to introduce yourself introducing yourself يعني إزاي تقدم أو تعرف نفسك. أول حاجة عشان أعرف نفسك تتكلم عن اسمك وبعد كده سنك وبعد كده أنت في سنة كام وأنت من أنهي بلد. طب عشان أعرف نفسي هتقول my name is عمر my name is عمر أو على حسب اسمك my name is أحمد my name is سارة. تمام. وبعد كده بتقول عمرك ايه هو I am 8 years old. افرض انت عندك 9 سنوات تعرف نفسك وتقول I am 9 years old. يبقى أول حاجة بتكلم عن اسمي، تاني حاجة بتكلم عن سني. طب أنا في سنة كام؟ أنا في 3 ابتدائي I am in primary 3.
I am in primary 3 يعني أنا في تالتة ابتدائي. طب آخر جملة عايزة أقول أنا من مصر. I am from Egypt. وما تنساش إن Egypt أول حرف فيها capital عشان اسم بلد، واسمك لازم يتعمل أو يتكتب فيه أول حرف capital علشان ده اسم إنسان. يبقى تاني، أنا عشان how to introduce yourself إزاي تعرف نفسك، بعرف نفسي يا بطل في 4 جمل. أول جملة بتكلم عن اسمي my name is وحط اسمي. تاني جملة بتكلم عن عمري أو سني I am 8 years old. طب تالت جملة أنا في تالتة ابتدائي. أنا في سنة كام؟ أنا في تالتة ابتدائي، يبقى I am in primary 3. وأنا من أنهي بلد؟ من أي بلد؟ I am from Egypt يعني أنا من مصر.